تخيل ان الزمالك اخد 20 لاعب من النادي الاهلي وزعلان قوي من الاهلي انه اخد امام عاشور. انا هحكي لك، تعالى. بعد انتقال امام عاشور رسميا للاهلي، في كلام كتير بدأ يتداول عن ان الاهلي بيعمل في الزمالك نفس اللي عمله مع الاسماعيلي زمان، وانه بيفضي منه نجومه كلهم. والحقيقه ان الكلام ده ممكن اي حد يصدقه الا اللي مذاكر تاريخ وحافظه كويس. والاهلي معروف كده كده انه مطلع اساطير كتير زي محمود الخطيب ووائل جمعه وعماد متعب والحضري وابو تريكه، والقايمه طويله وكلكم حافظينها وعارفينها. ورغم ان انتقال لاعب من فريق لفريق ده امر احترافي وطبيعي، زي ما لويس فيجو راح من برشلونه لريال مدريد، ولويس انريكي راح من ريال مدريد لبرشلونه، وخيسوس راح من مانشستر سيتي لارسنال، ولامبرد راح من تشيلسي لمانشستر سيتي، وستيرلينج من ليفربول لمانشستر سيتي. العالم كله كده، الا ان الحقيقه بتقول ان الزمالك هو اللي بدأ حرب الانتقالات مع الاهلي وخطف نجوم كتيره منه، هو صاحب الشرارة الأولى. فتعالوا نشوف. الحكاية بدأت لما الزمالك نجح في خطف نجم الأهلي جمال عبد الحميد، واحد من أقوى المهاجمين في مصر وقتها، وقعد في التتش 7 سنين من عمره. وكانت صفقة انتقال جمال عبد الحميد هي الشرارة اللي بعدها بدأ انتقال لاعب من الأهلي للزمالك أمر مباح، والعكس صحيح. الأهلي يسكت؟ لا طبعا. يقوم بعدها متعاقد مع فلتة الجيل وقتها رضا عبد العال من الزمالك، واحد كان من أمهر اللعيبة في مصر وقتها. الزمالك يسكت؟ لا طبعا. فتقوم إدارته متعاقدة مع صفقة القرن وقتها سنة 2000، وهي صفقة التوأم حسام وإبراهيم حسن اللي استمروا مع الزمالك لحد 2004. انتقال التوأم للزمالك كان يعتبر في عصر الجيل التاريخي للأبيض، واللي قدروا وقتها يحققوا 10 بطولات من أصل 11 بطولة في الفترة دي. اكتساح مش طبيعي، رغم ان هم خدوا 6-1 وقتها. وعلى فكرة حسام وإبراهيم ما كانوش بس لوحدهم اللي راحوا من الأهلي للزمالك، لا ده في أيمن شوقي وزكريا ناصف ومحمد عبد الجليل بعد ما الأهلي استغنى عنهم لأسباب مختلفة، زي ما الزمالك استغنى وباع إمام عاشور يعني. والموضوع ما وقفش عند كده، لا ده الزمالك بدأ يحارب الأهلي ويخطف نجومه الأجانب. ولقينا الزمالك بيتعاقد مع احمد فيليكس بعد ما ساب الاهلي وسافر بره، حاجه كده تيبيكال امام عاشور، عادي يعني اهو. وكمان دومينيك دا سيلفا وياسر المحمدي واحمد حسن الصقر وعصام الحضري وابراهيم سعيد وغيره وغيره وغيره، والقايمه طويله. وفي العصر الحديث الزمالك حاول انه يتعاقد مع عبد الله السعيد مقابل 40 مليون جنيه، والجماهير سمتها صفقة القرن، قبل ما الاهلي يجدد عقد اللاعب وبعد كده ينتقل للسعودية ثم يرجع على بيراميدز. وبحسبة بسيطة كده فالزمالك قدر يحصل على 22 لاعب تقريبا عبر التاريخ من الاهلي، في المقابل الاهلي خد حوالي 11 لاعب بس من الزمالك. وفي الاخر لا في بريء في الموضوع ولا في ظالم. القصة كلها ان احنا في عصر احتراف، مفيش ما يمنع اني اقوي فريقي على حساب الفريق الخصم، حتى لو هاخد من الخصم اي لاعب عنده، مادام كل شيء بيدور رسمي وبالورق والتعاقدات زي ما بيحصل في كل دول العالم. خد نفس عميق وافرد ظهرك لورا. امام عاشور اهلاوي رسمي والبقية تأتي. حوط على عيالك.